امرأة كانت مع علاقة ويا زوج أختها. صاحبة الحكاية تحكي تقول أنا امرأة بعمر 30 ومطلقة. زوجي طلقني يعني صار لي 2 سنين أنا مطلقة. كنت ويا زوجي تقريبا سنة وصار اختلاف وطلقنا. تقول أني امرأة وحيدة، لا عندي جهال ولا أخ يجي يساعدني ولا أي حدا، بس عندي رجل أختي يجي يساعدني إذا في شي خرب بالبيت أو يعني يسوق لي إذا احتاجت شي. هو رجل كثير لطيف وحنون، وكان إذا عندي في شي يعني أطلب المساعدة منه. تقول لحد فد يوم أختي راحت مع الشغل، هي كانت موظفة لبلد أخرى، وزوج أختي بقى وحده، وأنا قلت بأن أشكره، ويعني لأن هو يوقف لي ويساعدني. عزمته على عشاء عندي، وأنا طبخت أحلى أكلة، وهو إجا عندي، وشوية شوية صار إعجاب بيناتنا. راد يمسك إيدي، قلت له لا ما يصير، أنت يعني ما يصير أني أخون أختي، وما يصير لأن هي على قيد الحياة، ما يصير نسوي علاقة سوا، هذا حرام. قال لا أنت لا يظل بالك أني أطلق أختك، خلي يعني يصير علاقة بيناتنا. وأني هواية ويعني هواية عاندت، قلت لا ما يصير، حرام. قال لا أنا أحبك هواية وما أقدر أعيش بدونك، وصار يلي صار يصير. وبقى الليل كله عندي، ويوم الثاني راح للشغل، وأنا يعني كنت هواية قلقة ومقهورة لأن عملت هذا الشي، يعني خنت أختي. المهم أختي رجعت من السفر، وزوجها بين مدة ومدة كان يجي عندي 2-3 يبقى عندي، ويعني يسوي حرام، نعمل حرام مع بعض. لحد فد يوم أختي حست بأن أكو علاقة بيناتنا. هو قال الأخت أختي أنا أروح مع أصدقائي فد 2 وأرجع. بأن أختي كانت شاكة، يعني لحقت زوجها، شاف طب ببيتي. بعد 10 دقائق وقت كان عندي دق الجرس، أنا انجبرت أفتح الباب، شفت أختي قدامي، عصبت علي وقالت لي أنت لا أختي ولا أعرفك، أنت إنسانة حقيرة، شان تعملين هيك مع زوجي، شان خنتيني، شان قلبك انطاج بأن تخونيني، أنا أختك من لحمك ودمك. وهو عصبت علي وقالت أنا لا أريد أعرفك ولا أريد أشوفك ولا أنت أختي ولا أعرفك. وزوجها على مود يرضي مرته ركض وراها وقطع العلاقة معايا، وقال أنا أصلا ما أريد أشوفك، لأن أنا زوجتي وأولادي يجون قبلك. وتقول أنا يعني تندمت على هذا الشي سويته، وهو خدعني بأن يطلق أختي بس ما طلقها، وأنا هواية متندمة، وش قد يعني أدز ناس بأن تسامحني أختي، وأختي تقول لا أريد أشوفك ولا أعرفك ولا أسمع صوتك. وهذا صار لي 2 على هالحالة، وأختي ما تريد تصالحني، وقصتنا خلصت.